أو ما من بوابات تريغوريا، لأنه كل عما نتكلف عن الملاعب ما يجب أن ترى فقط الملعب من الداخل، بل يجب أن ترى أيضا الطرق. يعني نشما هذا ما يوجد حول ملعب في المغرب. سوندس كيف خالوه جميلا، لكن عليك أن تشاء، لأنه من هنا يمكن فهم حركة المرور، مواقف السيارات. لما نتكلم اليوم عن الملاعب، مش الأمر أنك تعطى ملعبه، تعيد بناؤه، ترتبه، تغطيه وينتهي الأمر. عليك أن تنظر إلى كل التأثير العام. ها هو بالمناسبة الحافلة قادمة. هذه هي حافلة الفريق التي تصل الآن، لا أعرف إن كانت من مالي أو السنغال. وأندرياس كوديرا لدينا كالعادة على وسائل التواصل الاجتماعي، يلتقط الصور ويعرضها بعد 30 ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الحافلة التي ترافق. لكن انظر أيضا إلى التنظيم. يعني نحن على سبيل المثال أنت تقول دوري أبطال أوروبا ليس كأس أفريقيا، يجب أن نقارنه بالأوروبي أو بكأس العالم. لكن هنا يذكرني كثيرا بما فعلناه بالفعل مع كوبا أمريكا، عندما ترافق الفرق بالطائرة بدون طيار بالحافلة وتصل مباشرة إلى الملعب. لكن يجب أن تشرع أن هذا هو القاعة الرياضية على اليسار والملعب على اليمين، كل شيء جديد، كل شيء منظم. ونحن في المغرب لسنا في الولايات المتحدة، لأنك قد تقول لي أن كوبا أمريكا كانت في الولايات المتحدة حيث هم متقدمون بسنوات ضوئية. هنا نحن في المغرب، لكن انظر ماذا يوجد حول الملعب. يعني نحن يجب أن نظهر هذه الأشياء، لأن نفهم أنه للذهاب إلى سان سيرو يجب أن ندخل ونخرج، نذهب قبل ساعتين ونخرج قبل ربع ساعة، وإلا ستبقى عالقا في الزحام لمدة ساعة ونصف. خارج الكهف نفس الشيء. ما أقول لك في الأولمبيكو، ماتيرا للذهاب إلى الأولمبيكو يجب أن يستيقظ في الصباح الساعة 6 للمباراة في الساعة 8:45. انظر، إذن هذا في رأيي كله جميل جدا للمشاهدة، لأننا نظهر جانبا من كأس إفريقيا والهياكل في المغرب باستخدام الطائرة بدون طيار من الأعلى مباشرة، حيث توجد تنظيم مثالي. ولكن أيضا الخضرة المحيطة. هل تعرف ما هو الفرق؟ أن هذه الأشياء عندما نراها في إيطاليا تكون مجرد تصاميم، هنا كل شيء حقيقي. يعني ماتيرا من روما الذي الآن متصل من تريغوريا يرى هذه الأشياء. هذا في إيطاليا هو مشروع لاتسيو، مشروع فيورنتينا، مشروع سان دوناتو، ميلان، سان سيرو، روما، نابولي. في المغرب كل شيء هكذا. هل يبدو لك هذا طبيعيا؟ بالنسبة لي لا يبدو طبيعيا. كل شيء، انظر، الدوار لأي غرض، لتسهيل تدفق المرور، كل شيء منظم. هذه الأشياء للوصول إلى سان سيرو كما قلت لك، للوصول يجب أن تبدأ. أمس كانت المباراة في الساعة 8:45، لم يكن هناك زحام، استغرقت 50 دقيقة. عندما يكون هناك زحام يستغرق الأمر ساعة ونصف، ولتجنب الازدحام والاختناق يجب أن تخرج عند 80 78 82. بالتأكيد لا أكثر من ذلك. فقط بالنظر إلى هذه الصورة جواسو رأينا اللون الأخضر، التنظيم يبدو وكأنه نوع من قرية رياضية ضخمة، أليس كذلك؟ إذا فكرنا في التنظيم ليس حقيقيا تقريبا. لا، يبدو كأنه عرض ثلاثي الأبعاد. قلت لك ما نراه في إيطاليا هو العروض ثلاثية الأبعاد. مع المدينة زي ما تشوفون هناك في الشارع اللي يعيش فيه الناس ويوجد فيه حركة المرور اللي نتوقعها في مدينة. أكرر، إحنا نعرض لكم هذه الأشياء مباشرة لتفهموا الجمال اللي يحيط بالملعب. منظم، مرتب، أخضر، نخيل، نباتات، دوارات. في 20 مترا يوجد دوران. إذا كان في البناء أحسنت، لكن الطائرة بدون طيارة أحركها أنا. يبدو تقريبا أن إذا كانوا أنت أنا ربما يستمعون إلينا. حسنا، قليلا إلى اليسار. أحسنت، شكرا.